تفتكر لو حد قالك إن الضحية الرابعة جاية في الطريق ده تهديد ولا نبوءة؟ فيلمنا النهاردة مش بس رعب، دي رحلة في عقل مشوه ما بين صدمة نفسية وسحر وجريمة. البيت من الخارج هادي جدا ومن الداخل مقبرة للي يفكر يهرب من ماضيه. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وادعي ربنا يحفظنا من كل شر مخفي، ولو أول مرة تشوفنا دوس لايك واشترك وفعل الجرس لأنك داخل على قصة هتخليك تفكر مرتين قبل ما تثق في أقرب الناس ليك. بيبدأ فيلمنا مع شخص ماشي في اتجاه بيت وفي ايديه أداة حادة، وفجأة بنسمع صوت صريخ عالي، ومرة واحدة بنشوف نفس البيت ده وفي واحدة بتبلغ عن جريمة حصلت والنزيف مالي جسمها كله، وبتقول لهم الضحية الرابعة جاية في الطريق، وبتقعد في البانيو وبتخلص على نفسها. وساعتها بتيجي لقطات بتشبه نفس اللي عملته في نفسها، بس بتكون اللقطات دي مع الشخص اللي شفناه في أول الفيلم. وبيعدي 4 شهور من اللحظة دي وبنشوف زوي وهي في عربيتها ورايحة لأخوها طاي، وبيبان إنهم عند نفس البيت. وأول ما بتوصل بتلاحظ خيال شاب واقف ورا الإزاز بيبص عليها، بس بيقاطع تفكيرها طاي وبتسأله عن مراته داني، فبيقول لها إنها موجودة جوه. ومن خلال كلامهم مع بعض بنعرف إنهم قرروا يقضوا الأجازة في البيت ده علشان يفصلوا من دوشة المدينة وزحمتها، وبيكون اللي اشتراه هو طاي. وعلى طول بيجي زاد صديق طاي من وقت ما كانوا مع بعض في الخدمة العسكرية، ولسه هيسلموا على بعض بتيجي داني بتستعجلهم علشان قاعدة بقالها كتير لوحدها، والمفروض كده إنهم مستنيين صاحبتهم تارا تيجي، وبتكون تارا هي أقرب صديقة لزوي. وطبعا لحد هنا هتفتكر إن الأحداث ماشية طبيعية، هي فعلا كده، بس مرة واحدة كل حاجة بتتقلب حرفيا. وده بيكون أول ما زاد بيحكي لداني عن اللي طاي شافه في أول شهر في خدمته، وبيكون صديقه وأقرب حد ليه حياته انتهت برصاصة في راسه وما قدرش يسعفه. وفي بداية دخول الليل بتحس زوي إن الساعة بتتكلم فبتستغرب جدا، ولما بيسألها طاي قالت لها إيه بترد عليه بإنها مش فاهمة بس حاسة كأنها بتحذرها من حاجة. فبيقرب عليها وبيسألها طاي لو كترت في شرب الكحوليات، وعلى طول بيتجمعوا مع بعض وبيبدأوا يسمعوا صوت جاي من الدفاية. ولما بيقرب طاي بيكتشف إن في تليفون موجود فبيستغربوا جدا، بس بيطلع ده موبايل زاد. ولما بتيجي زوي تمسكه بتلاقي رسالة مكتوب عليها جملة بلغة مختلفة عن لغتهم، وكل ما تقراها كأنها بتعمل تعويذة وعقرب الساعة بيتحرك لوحده. وأخيرا زاد بيترجمها وبيقول لهم إن معناها عيش وسامح، فكلهم بياخدوها كلمة عابرة ما عدا طاي اللي بيحس إنها متوجهة ليه وبيسرح بطريقة تخوف. بس بيقطع سرحانه إن الباب بيخبط، وأول ما بيفتحه بيلاقي ست كبيرة بترحب بيه، وبيبقى خايف جدا منها لأن شكلها وهي بتتكلم يقبض القلب وما بيكونش فاهم هي عايزة إيه. وبتطلب منه تدخل علشان جايباله واجب الضيافة، وبيكون الواجب ده تورتة التفاح. وأثناء ما بتدخل محدش بيهتم أصلا بوجودها، لا داني ولا زوي ولا حتى زاد، زي ما يكونوا بيتهربوا منها. وفي الآخر بتعرفوا إنها عايشة مع جوزها وابنهم هينضم ليهم قريب جدا، وبتمشي وبتسيبه وهو مش مستوعب إيه اللي بيحصل في البيت الغريب ده. وأخيرا بتوصل طارة والكل بيرحب بيها حتى زاد اللي ما يعرفهاش، وعلى طول بيطلع طاي للحمام علشان يفوق شوية من اللي حاسس بيه ده، بس بيحصل اللي ما بيكونش متوقعه، وهو إنه بيشوف إيديه كلها نزيف. وفجأة بيظهر له صاحبه وبيتكلم معاه، والغريب إن طاي بيرد عليه وكأنه موجود بالظبط مش مجرد شبح. وآخر ما بيزهق من مطاردته بيضرب المراية علشان ما يشوفوش، وعلى طول بيخرج وبيروح لسوبر ماركت قريب علشان يشتري أغراض للسهرة، وهناك البياع بيتعرف عليه، ولسه طاي بيقول له إنه جديد في المكان بيتفاجئ إنه بيسأله عن أخته زوي، وبيكتشف إنه جوز الست اللي زارته من شوية، وبيلاقيه بيحذره من البيت ده لأن فيه لعنة. ومرة واحدة بيحسوا إن حد اتحرك من وراهم، وبيلاقي عنده عروسة متربطة ومحطوطة على كرسي بتشبه اللي بتتعمل مخصوص لطقوس معينة، وعلى طول بتظهر له نفس الست من تاني وبتقول له أنا هخلص لك الحساب وتمشي بسرعة من هنا. وبيرجع طاي للبيت وبيشاركهم في الرقص وبيحتفلوا كلهم بليلة هادية وجميلة، بس الهدوء ده مش هيكمل معاهم كتير. وأول ما كلهم بيدخلوا البيت من تاني وبيفضلوا يتناقشوا في حاجات مختلفة، بتبقى زوي قاعدة على الكرسي بتتفرج على التلفزيون ومدياهم ظهرها وما بيكونش حد مركز معاها خالص. وفجأة صوتها بيتحول لصوت تاني وبتأمرهم ما يقفلوش التلفزيون، فبيتخضوا عليها ومنها في نفس الوقت. ومرة واحدة بتلف بالكرسي وبتصرخ في وشهم، ومن شدة الصوت الكهرباء بتطفي وبيقوموا من مكانهم، والكل طبعا بيخاف منها ما عدا طاي أخوها اللي بيقرب عليها وبيفضل يناديها،
وبيكون واضح إن ملامحها مختلفة. فبتمسك تاي من رقبته وبترفعه من على الأرض، وبيحاول زاد يدافع عنه، لكن بمجرد ما بتبصله بتقدر تطيره لبعيد. وقتها تارا بتجرب تهرب بس بتلاقي الباب مقفول بقوة من بره وما بتقدرش تفتحه، والبيت اللي كان لسه هادي ولطيف من دقايق بقى كله رعب وفزع. وبيقوم تاي وزاد وهم بياخدوا نفسهم بالعافية، وبتفضل زوي تضحك عليهم وبتكون مبسوطة باللي عملته فيهم، وبيبقى باين على وشها إنها اتصابت باللعنة اللي اتحذر تاي منها. وبيعدي الوقت وما بيكونوش عارفين يعملوا إيه، وبيبقى تاي باصص لأخته بنظرة غريبة. ولما بييجوا يسألوا تارا بما إنها درست علوم طاقة بتأكد لهم إن زوي اتمست من جن، وبتقول لهم أكيد في شخص حياته انتهت في البيت ده وعايز يوصل لهم رسالة معينة من خلال زوي. وأثناء مناقشتهم الكتير كل واحد بيحاول يفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. بتتكلم زوي الشبح وبتقول لهم خلاص مفيش أسرار من هنا ورايح، وبتساومهم يا إما يقضوا الليلة ومحدش يخرج أو تخلص على زوي خالص. وبتفضل تتحول مرة زوي وهي بتستنجد بتاي، ومرة الشبح وهو بيتكلم بصوته المخيف. وأثناء ما تاي بيفكر مع تارا وداني بيتفاجئ إن زاد مش موجود، فبيدور عليه بيلاقيه بيستعد علشان يمشي، وبيحاول يقنعه إنه لازم يفضل موجود علشان لوحده مش هيقدر يساعد أخته زوي. في الأول زاد ما بيكونش مرحب بالفكرة وشايف إنهم بيواجهوا شيء غامض مش مجرد عدو في الجيش، لكنه في الآخر بيوافق علشان صاحب عمره، وبيدخلوا معاهم حبال وبيكتفوا زوي. وساعتها زوي بتبان إنها مستسلمة، بس بعد كده بيتكلم الشبح على لسانها وبيعرفهم بنفسه، وبيقول لهم أنا الشيطان اللي بتهربوا منه، أنا الشيطان اللي جواكم. في نفس الوقت ده بتبقى تارا مع داني وبيولعوا شموع كتيرة علشان يحسوا بالأمان في وسط ضلمة الليل ورعب الشبح اللي محاوطهم. وأثناء ما بيطمنوا بعض بتحس داني إن تارا مخبية حاجة، فبتضطر تارا تشاركها قلقها وبتأكد لها إن الشبح اللي لابس زوي عنده مخطط وأيا كان هو إيه فزوي الوحيدة اللي هتنجو. فبتحس داني بالخوف وعلى طول بتطلع الحمام، وساعتها تارا بتحس بحركة في الأوضة فبتدخل وبتتصدم بنفس العروسة اللي كانت في المحل. وعند زاد وتاي بيكونوا قرروا يأيدوا زوي كويس وبيسيبوا تاي للحظات، ووقتها بيبقى زاد لوحده مع زوي، وبيبدأ الشبح يفكره بكل أخطائه وذنوبه وبيطلب منه يعترف باللي عمله في حياته. فبيطلع زاد من أفكاره بسرعة وبيقرب من زوي وبيقول لها إنه مش خايف منها، وفجأة بيلاقيها حواليه في كل حتة وبتقول له لازم تدفع تمن اللي عملته الأول. وعلى طول بيجي تاي وبيقدر يفوقه. ولما بنطلع للأوضة فوق بنلاقي داني اتقفل عليها باب الحمام وبتحوطها شبح زوي من كل حتة. أما تارا فما بتكونش عارفة تعمل إيه، فبتروح ترفع سكينة الكهرباء وبتتفاجئ بجنينها اللي أجهضته وهو 4 شهور، وبيفضل صوت الجنين يحاوطها وبيتجسد في شكله لو كان كبر وكانت هتبقى بنت. فبتنهار تارا لحد ما بتقدر داني تخرجها وبتهديها. ومن ناحية تانية بيبقى زاد بيبحث عن تاريخ البيت ده وبيتفاجئ بالحوادث اللي حصلت فيه وإن أي حد بيدخله ما بيخرجش منه عايش. وعند تاي بيكون في الحمام وبيحاول ياخد أي مهدئ، وبنكتشف إنه مريض نفسي من وقت ما حصلت له حادثة زميله في الخدمة، وبيظهر له نفس الشخص المجرم اللي شفناه في أول الفيلم، وبيكون عاوز يخلص عليه بس بيقدر تاي يتفاداه، وبيطلع على طول علشان يحصن نفسه بأدوات الدفاع عن النفس. وتحت بتبقى تارا بتحاول تتكلم مع زوي بس بيتجسد الصوت في صوت بنتها اللي أجهضتها، لحد ما بتتعصب تارا وبتضربها بالقلم. وعلى طول بيخبط الباب وبيبقى إيسو خطيب زوي القديم، وبيحاول تاي ينصحه يمشي بس بيصمم إنه يدخل بنفسه. وأول ما بيقرب من زوي بتتحول فجأة عليه زي العادي، فبيتخض وبيبقى عاوز يهرب، لكن تاي بيمنعه وبيقول له بما إنك دخلت وعرفت السر ما ينفعش تمشي وتبوظ العهد. وبيفضل إيسو يرفض لحد ما تاي بيضرب عليه رصاص وبيقع على الأرض، وبيطلع أوضته وبيتهيأ له شبح صديقه وهو بيشجعه إنه عمل الصح، وبيقول له إنه كده كده إيسو لسه عايش. وعلى طول بتدخل له زوي والمرة دي بتكون حقيقية وكويسة، وبتعترف له إن هي السبب في وفاة أبوهم وأمهم علشان كانت سايقة ونامت في الطريق، وده بيكون بسبب الكحوليات اللي شربتها. ساعتها بيهديها تاي وبيقول لها إنها مش هي السبب وده مجرد قدر، وعلى طول بيفوق وبيكتشف إنها مش موجودة أساسا، وما بتكونش زوي اتحركت من تحت أصلا. ولما بينزل بيلاقي داني وزاد بيحاولوا يعالجوا إيسو، أما تاي بيبقى رافض يتصل بالإسعاف. وبتستمر التخيلات تطارد تارا وصوت بنتها ونزفها ونفس الألم اللي عملته علشان تجهضها، وبتحس بكل ده مرة تانية. والصدمة إنها بتكون واقفة بره تحت البيت، وبتكون واقفة معاها زوي وبتحاول تارا تنصحها تبعد عن زوي. ومرة واحدة بنسمع صوت صريخها وما بيكونش واضح إيه اللي حصل.
أما تحت فبيكون إيسو بيتمتم بكلمات كتيرة وبيقول إنه لازم يعترف بكل حاجة قبل ما حياته تنتهي. وساعتها بيكتشف تاي إن داني حامل من إيسو، وقبل ما تدافع عن نفسها بيطلع تاي للأوضة وبيسيبها. وبعد شوية بتقف داني مع زاد وبيحكي لها اللي عرفه عن البيت ده، وبتشوف أول جريمة بدأنا بيها، وبيشرح لها إن البيت ده أصله بيعود لقاضي من أيام الستينيات وحكم على مجرم بالإعدام، بس أخو المجرم ما كانش عاجبه الحكم طبعا وعلى طول راح وخلص عليه هو ومراته، وبعدها بلغ الشرطة وخلص على نفسه. ومن يومها وأي حد بيدخل البيت ما بيخرجش منه سليم، وفي النهاية بيتفقوا علشان يهربوا. وأثناء ما بتبقى واقفة بيظهر لها المجرم وبيكون عاوز يخلص عليها، ومرة واحدة بنلاقي تاي مكتف زاد على الكرسي وبيجبره علشان يفضل معاه لحد ما الساعة تعدي والليل يخلص، وساعتها بيعرفوا إنه فاهم كويس إيه السر. وبنرجع بالزمن وبنكتشف إن زاد كان هو السبب علشان ما خلصش على المجرم وقت الخدمة لأنه كان طفل، وده اللي خلى المجرم يقضي على صاحبهم. وبنتصدم لما بنفهم إن زاد مريض بهوس حب الأطفال والمراهقين، لدرجة إنه في يوم كان بيحاول يتقرب من طفلة بس فجأة أخوها دخل عليه العيادة بما إنه طبيب أمراض نفسية وإن البنت دي تبقى هي زوي. وبينهار زاد وبيفضل يقسم له إنه ما عملش حاجة، هو بس فكر، وبيقول له إن دي كانت مجرد فكرة وما نفذش حاجة. وأخيرا بيقدر تاي يعرفه السر، وهو إن صديقهم المتوفي واقف جنبه، ولما بيبص زاد جنبه ما بيلاقيش حد. ومن هنا بيبدأ يشرح لتاي إنه مريض نفسي وبيتعالج من زمان من قبل حتى وفاة صاحبهم، وبنبدأ نستعيد المشاهد معاه وبنتصدم إن هو اللي عمل كل الجرايم دي وهو اللي خلص على طارة وداني، وإنه كان متخيل إن شبح المجرم هو اللي عمل كده. ده غير إنه بيأكد له إن اللي بيظهر ده شبح مش صديقهم خالص، حتى الست اللي جات له وعامل السوبر ماركت كله من خيالاته، لأنهم أصلا بيكونوا أبوه وأمه المتوفين. وعلشان ما يسمعش تاي كلام زاد صاحبه بيقوم وعينيه كلها شر، وكأن الشيطان استحوذ عليه هو أكتر واحد لأنه أكتر خطاياهم، وبيخلص عليه بضربة واحدة. وبعدها بيحاول يفوق أخته وبيلاقيها ما بتفوقش وما بيكونش عارف يعمل إيه. والصدمة الكبيرة إن زوي بتكون اتوفت، وبيقول لها أنا وعدتك هحميكي أرجوكي فوقي. وفي النهاية بيعمل نفس اللي بيعمله كل واحد بيجي مكانه، بيتصل بالشرطة وبيعرفهم إن في جريمة حصلت، وبيقول لهم إن الفرد الأخير جاي في السكة وبيخلص على نفسه بنفسه. وفجأة بتفوق زوي، وده بيكون زي ما الأم قالت بالظبط، أنا وجوزي وابني جاي في السكة، وطبعا ما جابتش سيرة بنتهم خالص. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه إن مش كل شبح بيطاردك من العالم الآخر، أحيانا أكتر شبح بيخوفك هو اللي جواه، وممكن الأشباح دي تبقى الندم والأسرار والذنوب اللي بنخبيها، وإن كل ده بيجي عليه يوم وبيتحول لأشباح حقيقية تاخد مننا كل حاجة. ويمكن أسوأ لعنة مش في البيت لكن في القلب اللي رفض يعترف بالحقيقة. لو قصة الفيلم عجبتك ما تنساش تصلي على النبي، وافتكر دايما إن أعظم رعب ممكن تعيشه هو إنك تفضل ساكت عن ذنبك. وما تنساش تتفرج على الأفلام اللي شبه كده عندنا في القناة، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان الرعب عندنا مش مجرد فزع، دي قصة مبنية على عبرة.